السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صديقاتي حبيبة قلبي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير ويلقاكم فيديو في أحسن الأحوال. ما زلنا متواصلين مع سلسلة حلويات العيد. وصفتنا نهار اليوم صابلي شوكولا من أروع ما يكون يا البنات، بواحد لابات تهبل يا البنات، دوب في الفم ما شاء الله، وبنتها بنة. ودرته لكم بتزيينات مختلفة، يعني اللي تحب موديل يكون شارجي ويكون بالطبع يكون بريزونتابل ندير هذا تاع الكاناج. على بالي بلي صحاب المهيبه والعرايس الجدد يحبوا يعني حاجه جديده وحاجه تحمر الوجه، ديروا هكذا بالكاناج. اللي تحبوا سامبولي وبسيط وميم طون شباب بزاف ديروا هكذا سامبل. دونك نتوما تخيروا يعني الموديل اللي يعجبكم واللي يخرج عليكم. ما نطوش عليكم خياتي اكثر من هكذا، نخليكم مع الفيديو تشوفوا التفاصيل. بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ندوزو المقادير ديالنا. شوفوا البنات، انا لهنا راني دايره لا كونتيتي شويه كبيره، انا درت 500 غرام نتاع مارغرين. نتوما لا حبيتو تنقصوا في الكميات كل حاجه قسموها على 2 من هذه المقادير. قلنا عندي 500 غرام مارغرين، عندي 6 حبات بيض، 4 نستعمل صفار، وزوج بيضات كومبلي. عندي كاس تاع سكر بيان بومبي، ونزيد فوقه 2 مغارف تاع سكر كلاس. عندي كاس نتاع الزيت، وعندي كاس تاع كاوكاو يكون محمس ومرحي رقيق اذا امكن، واذا توفر. اذا ما توفرش بيان سور ما كاش مشكل. عندي 3 مغارف نتاع كاكاو، 2 مغارف بيان بومبي نتاع شوكولا تختيني ولا شوكولا طلاء، وعندي كيس خميره كيميائيه. واهم مكون يا بنات اللي زاد للصابلي ديالي بنه هبال اللي هو الكاطو. انا توجور نستعمل هذا الماكاو الكو شوكولا، يعني يزيد في الصابلي ديالي كو ما شاء الله. سينو الا ما عندكمش ديروا اي نوع كاطو توفر عندكم. بدون اطاله خياتي ندوزو لطريقه التحضير. انا قلت حطيت 500 غرام مارغرين بحراره المطبخ، حطيت عليهم 4 صفار بيض و2 حبات كومبلي، حطيت عليهم الكاس نتاع الزيت، حطيت عليهم كاس و2 مغارف نتاع سكر كلاص اللي غربلته بيان سور. ونخلط يعني كل حاجه هكذا. ما شاء الله الوصفه بزاف سهله يا البنات، غير اللي ما تحبش تجرب. قلت لكم الى جاتكم المقادير بزاف تقسموهم على 2. انا هاد المقادير يا البنات خرجت لي 55 حبه فيني، يعني لاصقين مع بعضهم. المجموع كامل خرجت لي 110 حبات سيباري. بيان سور تبقى على حساب الطابع اللي تخدموا به. دونك خلطت الخليط ديالي حتى تجانس مع بعضها. نحط الكاس تاع الكاوكاو، نحط الكاكاو، نحط الشوكولا تختيني اللي راح تزيد لها بنه وقوام ما شاء الله الصابلي ديالنا. ورحيت انا هذوك 2 باكيات نتاع الكاطو اللي قلنا ماكاو ولا اي كاطو توفر عندكم. من المستحسن يا البنات يكون الكو تاع شوكولا، ترحيوه وتضيفوه وتخلطوهم كامل مع بعضهم. ومن بعد انا قلبت الخليط يا البنات هكذا في جفنه باش نقدر نليم لاباط ديالي الاز، ونولي نصير ولا نغربل في الفارينه ونحط عليهم مغرفه نتاع قهوه خميره كيميائيه ولا خميره الحلويات عفوا يا البنات. شوفوا يا البنات جامي ديروا باكي كومبلي باسكو لا فورم تاع الصابلي ديالكم تفسد لكم. انا نحط يعني قد ما نضاعف المقادير، نحط غير مغرفه نتاع القهوه جوست باش تعطيني واحد الخفه للصابلي ديالي. هذا ما كان نبقى نضيف الفارينه بالتدريج حتى نتحصل على قوام تاع اون بات تكون طريه يا البنات. شوفوا فيها الكاطو يشرب، فيها الكاوكاو يشرب، وفيها الكاكاو يشرب. دونك لازم ديروا حسابكم وتخلوها طريه فوق اللازم. انا هكذاك يا البنات ونشفت لي، يعني قد ما خليتها طريه ونشفت لي حليتها فوق بابي كويسون ولا ساشي، ولا السمك ديالها حيكون تقريبا واحد النص سنتيم هكذاك. ولا هنا طوابع يعني خيروا اللي حبيتوهم يا البنات، تحبوا كاري مدور اوفال، الطابع اللي توفر عندكم واللي يعني راكم حابين تخدموا به. ونطبع بهذه الطريقه هذه. انا طبعتهم كامل هكذا وراني نرفد فيهم. شوفوا يا بنات كي تحطوها ولا كي تحلوها فوق بابي كويسون ولا ساشي راح ترفدوها فاسيلمون. بعد ما كملت طبعتهم كامل كيما موضح في الصوره، فرشت بابي كويسون في السنيوه ديالي وحطيتهم ودخلتهم يطيبوا في الفور اللي سخنته 10 دقائق من قبل. طابوا لي نقولوا 20 دقيقه هكذاك على نار متوسطه قريب ريحه قويه يا البنات. هذه هي. شوفوا الحبات يعني ما شاء الله كيما طبعناهم كيما رفدناهم باسكو ما كثرناش الخميره، جوست يتنفخوا شويه. انا طبعت في الكاري وطبعت في هذا الاوفال هذا. ودوك نجوزو نخدموا كريمه الزبده اللي راح نلصقوا بها. عندي 250 غرام تاع مارغرين، ضربتها مليح بالباتور حتى يعني شت لا كولور ديالها بدات تولي فاتحه.
وتولي لنا على قوام كريمي. حطيت لهم 2 مغارف ونص نتاع الشوكولا اتارتيني، 2 مغارف كبار نتاع كاكاو، و2 مغارف كبار نتاع شونتي، ونخلطهم مليح مليح يعني حتى تولي لنا اون كريم. هكذا البنات دائما نحبط هذوك الجوانب باش نضمن يعني تخلطت وتجانسوا كامل المكونات في بعضهم. واخر شيء نضيف لها 2 مغارف نتاع الزيت ونزيد نضربها هكذا حاجه قليله، وهذه هي لا كريم ديالنا راهي واجده سهله مهله وبزاف بنينه يا البنات، روعه يعني جربوها وما تندموش. بعد ما طاب الصابلي ديالي وبرد تماما نجوز نحشي حبيبه الصابلي بكريمه الزبده ديالنا. عمرت لا كريم البنات في بوش جوطابل باش تجيني الخدمه بزاف سهله وبخاتيك. ندير هكذا كميه من لا كريم ونخليه حفره هكذا في الوسط، نحط فيه شوكولا اتارتيني ولا كراميل ولا واش حبيتو يا البنات تحشيوها حشيوها، ومن بعد نولي نغلق فيهم بهذه الطريقه هذه. شوفوا البنات بعد ما عمرتهم نجوز نفينيهم هكذا مليح مليح باش كي نكلاصيو هذيك الصابلي ديالنا تجي بيان فيني وتجيش هكذا تبان مشوبه حبه فوق حبه. شوفوا البنات كيفاش عمرتها يعني بالطبع بهذيك لاكريم، ما خليت حتى فراغ وخليتها باتت ليله كامله فوق بلون دو طرافاي. اللي ما عندهاش كامل الوقت خليها ساعتين 3. شوفوا تحكم روحها البنات، لو كان تعمروها وتكلاصيوها سيغ بلاص تبقى تزلق تبقى تعي فيكم يعني الخدمه. انا توجور جامي نخدم صابلي ونكلاصيه سيغ بلاص، دائما نحشيها ونخليها يعني حتى تحكم روحها مليح مليح باش نجوز نكلاصيها باش ما تعينيش في الخدمه. الشوكولا لهنا البنات الكلاصاج درت فيها انا درت تلت بايط نتاع شوكولا بالحليب ودرت لهم باطان تاع شوكولا نوار باش تعدل لي البنه وما تجيش بزاف حلوه. ذوبتها في حمام مائي وزدت لها 3 مغارف نتاع الزيت وراني نكلاصي بها. ملاحظه مهمه يا البنات، انا الشوكولا ديالي كي ندوبها نجوزها في الصفايه باش نضمن يعني داك الكلاصاج ديالي يجي بيان ليس وبيان فيني وما يجيو فيه حتى شوائب. نكلاصيهم كيما راكم تشوفوا، من بعد جوست نكلاصيها بعد الثواني البنات ونبدلها البلاصه باش ما نبقاش من بعد نقي فيها يعني نقص خدمه على روحي. ولا هنا ترانسفير راهم اشكال وانواع يا البنات. هذا ترانسفير نتاع العيد كاين في الكاري في مدور في الورقه في الاوفال، يعني ما شاء الله سنا خرجوا بزاف لي موديل. نفس الشوكولا اللي كنت نكلاصي بها عمرتها في هاد العفسه هذه ولا بمغرفه ولا بوش جوطابل، يعني ما تضيقوش خاطركم اللي توفرت عندكم خدموا بها. ونحط هكذا كميه في لي ترانسفير نحط هكذا ومن بعد نخبطها شويه هكذا ندخلها الكونجيلاتور بعد الدقائق وتجمد معاكم. ولهنا بنفس الطريقه كلاصيت الصابلي الكاري وكلاصيت نقولوا واحد 6-7 حبات هكذاك، وقبل ما ينشفوا تماما يا البنات نروح نغرب لهم شويه كاكاو، يعني ما تخليهمش حتى ينشفوا 100% باسكو هذاك الكاكاو راح يبقى يعني ما يدخلش في الحبه بالطبع. وميم طون ماشي غير تكلاصيوها تروحوا تغربلوا لها باش ما يدخلش فيها يعني ويتجانس مع ديك الشوكولا. فهمتوني يا بنات؟ يعني ان شاء الله تكون وصلتكم الفكره. ولهنا حبيت نوري لكم هاد الناكري دوري البنات. شوفوا هاد لا مارك بالذات حبيت يعني نصورها لكم جولد، فيه واحد لا فينيسيون واحد لا بريونس روعه يا البنات. وهاد الباطا خلصتها ب45,000، خلطته مع 2 مغارف نتاع الزيت نجيب بانسو ولا بروسانون تكون جديده ونرش حبيبات الكاطو ديالي هكذا كيما موضح في الصور. نجوزو الكاناج ديالنا. انا عندي 100 غرام تاع شوكولا نوار، انا استعملت الامباسادور باسكو بزاف بنينه. حطيت لها 80 غرام نتاع زبده ودوبتهم في حمام مائي ولا في الميكرووند ومن بعد نخلطهم هكذا. شوفوا البنات مليح مليح حتى يتجانسوا معايا تماما. نجوز نحط لهم 2 مغارف كبار نتاع شوكولا اتارتيني ما يعادل 140 غرام. نخلطهم مليح هكذا مع بعضهم حتى يتجانسوا. شوفوا جوست نزيدوا لها شوكولا راح تتقل ولا راح يتقل القوام ديالها. نخلطوا مليح مليح يعني حتى يروحوا كامل هذوك التكتلات. من بعد نغطي عليها هكذا بابي فيلم يكون يلامس السطح ونخليها تريح. انا درتها نقولوا واحد 3 سوايع هكذاك في الفريجيدر ولا خلوها تبات ليله كامله برا ما كان حتى مشكل. كي تقولوا ليها راح تلقاوها هكذا يعني حكمت روحها وجمدت شويه. بالمغرفه تبقاو هكذا يعني شغل تليسيو فيها تخلطوا فيها حتى تطلق روحها. هذا القوام هذا ما تكثرولهاش يعني بزاف تخلط باسكو حتى تطلق روحها بزاف يا البنات. نعمرها في اون بوش جوطابل هكذا بلا دوي ديالها وندير التزيين الاول البنات. هذا التزيين الاول تزيين بسيط بصح بزاف يعني كلاس وشباب ومدحوف. حطيت اون بتيت غوزاس هكذا في الوسط. من بعد نجيب هذوك لي ترانسفير اللي خدمناهم ونزين بهم هكذا في الجنب. انا خدمت نوعين يا البنات،
صراحة يعني والله ما عجبونيش بزاف مي بصح من بعد مور لي صورت لكم الوصفة خرجت لقيت واحد لي موديل يهبلوا يا البنات، يهبلوا. دوماج كنت يعني خلاص كملت وصورت لكم معليش كلشي بالمكتوب. وفي الاخير حطيت لها هكذا لمسه نتاع ورقه ذهبيه من الفوق. هذا النوع الثاني يا البنات، شوفوا كيفاش راني انني نهضر نتوما شوفوا كيفاش راني نزين فيه. هذا الاوفال يعني فريمون جا تحفه يعني تاكلوا العين قبل ما ياكلوا الفم ما شاء الله. انا حكمت الحبه ديالي حطيت لها نص حبه نتاع بندق اللي كنت حمستها وزينتها هكذا في الجنب بهاد لي فلوغ هذوما اللي راهم يعني دايرين حاله ما شاء الله هم توندونس. ولا هنا حطيت اللمسه نتاع الورقه الذهبيه. هاد لي فلوغ البنات راح تلقاوهم عند اللي يبيعوا المحلات الديكوراسيون يعني اللي يبيعوا الديكورات نتاع المنزل. وفي الاخير نجوزوا للتزيين الثالث والاخير. شوفوا البنات اللي تحب البساطه والاقتصاد ما وتستغنى يعني على الكاناج واش دير تحكم هذاك ترانسفير يديمو لا فاسيلمون يا البنات ديمو ليه تحط له شويه شوكولا هكذا من التحت باش يلصق وتلصقوا هكذا في الوسط وصلات بي يعني شوفوا فريمون بسيط وبريزونطابل وشباب. وهكذا كملنا التزيينات المختلفه نتاع الصابلي ديالنا. شوفوا البنات بسم الله ما شاء الله. انا هذا دالي عقلي بكل صراحه. نستنى في لي كومونتير ديالكم تعطوني رايكم عليه وعلى كامل الانواع اللي درناهم. ان شاء الله نكون يعني فدتكم ولو بالقليل، تكون عجبتكم الصابلي تزيينات مختلفه لنهار اليوم وتسيوا الوصفه وتكثروا لي دعوه الخير. وان شاء الله يعني تبارطاجيوها مع ناسكم وحبابكم باش تكبر عائلتنا وتكبر لمتنا. ونتمنى تخلوا لي كومونتير مشجع باش يعني يزيد يحفزني نزيد نوصل لكم ارقى واحلى الوصفات. انا خير لكم يعني الموديل البنات ورديت كل الاطراف يعني اللي تحب البريستيج والكلاس والحاجه يعني اللي فريمون بريزونطابل. وخير لكم النوع السامبل والاقتصادي. نجوز نقسم معكم لهنا تشوفوا القوام تاع الصابلي ديالي. شوفوا يا البنات واحد الصابلي وواحد لاباط واحد الخفه روعه يا البنات. شوفوا كيفاش يعني صوره يتعبر لكم كيفاش يجي خفيف ومهوي ما شاء الله. ديك لاكريم زادت له بنه على بنه. ولهنا نجوز نزيد نقسم لكم الحبه الثانيه بيدي باش تشوفوا يعني شوفوا ما شاء الله روعه. شهيتكم في الجنه يا بنات والله نتمنى من كل وحده تجربوا ويعني تستفاد بالوصفه. ملاحظه صغيره يا البنات، هاد الصابلي اللي درنا له هذا اللي فيه لافلور هذا ياكل بزاف الكاناج يعني ديروا حسابكم الا درتوه ضاعفوا الكميه نتاع الكاناج اللي خدمتوها. سينو اللي درنا اون غوزاس ما ياكلش بزاف يعني انا هذاك الكاناج اللي درتو دار لي فايت 20 حبه ما شاء الله. خليكم لنهار اليوم الى فيديو قادم ووصفه قادمه. خليتكم في العيد الله وحفظه. سلام.